حادث النهارده من أبشع الحوادث اللي ممكن تسمعها، وهو كل يوم بنسمع عنها، يا إما بتحصل لحد في عيلتنا، يا إما بنسمع عنها، يا إما بنشوفها بعينينا وإحنا رايحين الشغل الصبح. اللي حصل إن حادث النهارده لبنوتة اسمها مريم. مريم ما بين 28 ل 29 سنة، متجوزة وعندها بنوتة 3 سنين. الحادثة اللي حصلت لها النهارده من أبشع الحوادث اللي ممكن تحصل، وحصلت لها يا دوبا وهي نازلة من البيت، يا دوبا خطوتين كده ما بين الحادثة وما بين البيت. طيب إيه اللي حصل؟ تفاصيل كاملة هنشوفها مع بعض، بس في الأول صلى على النبي. زي ما احنا متعودين كل يوم عندنا حادثة جديدة بشكل مختلف، وحادثة النهاردة من أبشع الحوادث اللي ممكن تحصل. صاحب الجريمة النهاردة ما كانش همه أي حاجة غير إن هو يروح شغل في ميعاده، يعني كان كل دماغه بتفكر في إن هو يروح الشغل من غير ما يتأخر عشان ما يحصلهوش خصومات وعشان ما يتضرش في شغل. فكر في الطريق؟ لا. فكر في الناس اللي بتعدي الطريق؟ فكر في الطلاب اللي بيعدوا الطريق؟ لا. ليه بقول ان هو ما فكرش في نفسه؟ وهقول لك دليل اكبر، وهاكد لك بكلام من نفسه هو اللي قاله، هو اللي شهد على نفسه بحاجه زي دي اثناء القبض عليه لما الجهه الامنيه جالهم بلاغ بالحادث اللي حصل لمريم. اول ما قبضوا عليه بعد التحريات وقدروا يحددوا مكانه وقدروا يحددوا مكان شغله، هو طبعا حب ان هو يتخلص من العربيه، فالحكومه عرفت ان هي تجيب العربيه، وبعد كده قدروا ان هم يجيبوه من مكان شغل. واثناء التحقيقات كان اغرب رد ممكن تسمعه من حد يعني عمل جريمة قتل، يعني مش جريمة عادية، ده جريمة قتل. انت قتلت شخصية لا بيها ولا عليها، كانت رايحة شغلها زي اي يوم عادي. انت كل اللي انت عملته ان انت مشيت بسرعة مستهترة وانهيت حياتها. كل اللي همك ايه؟ قالك نفسي. تفاصيل هنشوفها مع بعض، بس في الاول خلينا نشوف مين مريم دي. مريم اسمها مريم عصام، من القاهرة تحديدا، من منطقة مصر الجديدة. هناك في مدرسة صغيرة كده للبنات، هي كانت مدرسة مادة الرياضيات. كل يوم تصحى بدري تروح مدرستها تدرس للبنات، وبعدين ترجع تكمل شغل بيتها وتاخد بالها من بنتها. عندها بنت عمرها 3 سنين. في اليوم اللي حصل فيه الحادثة بيقولك كده ان الواحد قبل ما يموت بيبقى حاسس قبلها ب40 يوم. مريم ودعت جوزها ودعت بنتها على غير العادة، وبعد كده نزلت. بعديها بشوية كان في طريق واقف، ويا دوب العربيات واقفه، والمفروض ان الناس اللي ماشيه على رجليها هي اللي هتعدي. مريم وهي واقفه على الرصيف، العربيه طلعت اخدتها من على الرصيف. العربيه طلعت وهي على الرصيف، خد بالك، وهي واقفه على الرصيف، يعني ما لحقتش تنزل من على الرصيف عشان تعدي. وده بشهادة كل اللي كان موجود أثناء الواقعة. قالك إن مريم ما كانتش غلطان، مريم كانت واقفة على الطريق على الرصيف، وإن العربية كانت ماشية بسرعة جنونية، وبعد كده خبطتها. العربية طلعت من على الرصيف خبطتها. شوف بشاعة الواقعة. يعني انت واقف بتعمل اللي عليك عشان ما تبقاش غلطان وتتعرض حياتك للغلط وبعد كده حقك يروح؟ لا. مريم نفسها راحت ضحية شخص مستهتر ما همهوش غير ان هو يروح شغله بدري، وان هو مش يروح شغله بدري بس، لا، ده عشان ما يتأخرش فيحصل خصم من مرتبه. طب الناس اللي في الطريق، طب الناس اللي انت هتموتهم بسبب السرعة بتاعتك؟ قالك انا ما كانش قصدي، وهي خلاص خدت نصيبها، هو ده نصيبها. ده رده اثناء التحقيقات، وكمان رد اقبح من كده. طيب ايه اللي حصل؟ ان مريم اول ما حصلت الحادثة هو للأسف ما خبطهاش خبطة عادية، هو عدى من عليها، واخد بالك؟ فالناس اللي كانت موجودة أثناء الحادثة خدوها ودوها المستشفى، وكانت للأسف هي أصلا ماتت وهي على الرصيف، يعني هي ما قدرتش تستحمل الحادثة البشعة. فبعديها على طول جوزها أول واحد استلم الخبر، وبعديها بلغ أهلها. فالحكومة طبعا اتحرت من اللي حصل لما أهل الناس اللي كانوا واقفين بيشهدوا شافوا اللي حصل وبلغوا الجهة الأمنية. أول ما الجهة الأمنية تلقت خبر الحادث بدأوا إن هم يتحركوا، وبعد تفريغ الكاميرات الموجودة في الشارع قدروا يوصلوا لرقم العربية. صاحب العربية كل اللي كان في باله إن هو يداري العربية في جراج، وكان فاكر ان الموضوع هينتهي كده، ان هو يجرد ان هو يخبي العربيه. خلاص قالك الكاميرات مش هتجيبني، لو في كاميرات انا مش هظهر فيها. وده برضو بنيابا عن كلامه اثناء التحقيقات. اللي حصل ان الجهه الامنيه عملت تعقب للعربيه، وشافوا اخر خط سيرها فين بنيابا عن الكاميرات اللي كانت موجوده في الشوارع، والحمد لله قدروا ان هم يجيبوا العربيه، بس الشخص ما كانش موجود. طبعا بعد تحريات كتير عرفوا يوصلوا لمين الشخص ده، وعرفوا هويته. وبعد ما قبضوا عليه للاسف كان رده: انت
انت اللي عملت الواقعة دي؟ قال لك وان انا ما كانش قصدي، وان انا كنت هتأخر على شغلي، وان المدير مستقصدني، وان هو كان مصمم ان انا لو جيت متأخر خلال الشهر ده ان هو هيخصم لي من المرتب، وانا عندي ديون وعندي مصاريف وعندي اولادي. فكانت النتيجة ان انا مشيت بسرعة. طب ما انت عندك حل تاني، انك تخرج بدري بدل ما تمشي بسرعة وتموت الناس وتخلص على حياتهم عادي كده كأنهم مش فارقين معاك، او كأن حياتهم مالهمش لازمة. كان ممكن ان انت تخرج بدري. كمل كلامه وقال ان هو لما خبطها كان خايف يقع. يعني لما اتسأل طب ليه ما وقفتش ان انت تاخدها توديها مستشفى، ودي كانت حاجة تحتسب له وتخفف من عليه الحكم، قال انا كنت خايف اقف حد ياخدني ويوديني للجهة الامنية وساعتها اتسجن. انا كنت خايف على حياتي عشان عندي اولاد وكنت عايز اربيهم. وقال ان هو كان فاكر لما يخبي العربية في اي جراج مش تبعه لمجرد ان هو هيدفع بس ايجار ان هو يتدخل العربية اللي بيبقى سايس واقف على باب الجراج، بيدفع حق الارضية، هيدفع مبلغ ويدخل العربية ويسيبها باليومين والثلاثة والاربعة لحد ما القضية تتقفل ضد مجهول. للاسف ده الكلام اللي قاله، وقاله بمنتهى الطلاقة ولا اكن حاجة فرقاله. طب ازاي انت بترد بسلاسة وانت في نفس الوقت بتقول عندك عيال عايز تربيهم وان انت خايف عليهم؟ واقعة من أبشع الوقائع زي ما أنا قلت لكم في أول الكلام. بجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص مستهتر ما بيهمهوش غير نفسه وحياته، وحياة الناس اللي حواليه أو أرواح الناس اللي حواليه بتبقى مش فارقاله زي الواقعة بتاعت النهاردة. وصلنا لنهاية الفيديو، أشوفكم في فيديو جديد، في أمان الله، مع السلامة.